الاستقرار. النادي الزمالك بيعج بعدم الاستقرار، وشايفين من ساعة يعني كمان شهرين كده هيبقى رئيس النادي الحالي بقاله سنتين. لو عديتوا الأجهزة الفنية اللي كانت موجودة ايديكم هتوجعكم. النادي الأهلي على الرغم ان هو برضو عنده نفس المشاكل، لكن برضو عارف يحسم الأمور ويتعامل مع الموضوع بمنتهى الحزم، وعارف ازاي يجيب المدير الفني اللي يقدر يقود الفرقه في التوقيت المناسب، ويقدر يغير المدير الفني برضه في التوقيت المناسب. لكن عندنا في نادي الزمالك اعتقد ان كل جهاز فني جاي هو يعلم تماما ان هو هيمشي في وقت قصير جدا، وبكيتا خير دليل على ذلك. الراجل ما كملش اعتقد 20 يوم او حاجه زي كده. يعني قرار الاقاله هو قرار طبيعي من رئيس نادي زي اللي موجود حاليا. يعني انا ما استبعدتش هذا القرار، لان الاجهزه الفنيه متعاقبه كتير ومدربين اجانب كتير، وفي الاخر بيطلعوا هم الفشله وهم اللي طفشوا وهم السبب وهم الكلام ده كله. يعني انا شايف ان يعني ميدو وحازم امام استعجلوا على هذا القرار ان هم يتولوا المسؤوليه، لان انت ميدو عاشرت وشفت واقع عليك قبل كده مع رئيس النادي، وانت عارف ان انت ما فيش سبب مشيت فيه يعني. فامر طبيعي انا شايف ان انت خدت قرار متسرع انت وحازم في انه وجودكم في المكان ده. والله الاصلح انا شايف ان اللي يتولى هذه المسؤوليه رئيس النادي نفسه، هو اللي يبقى المدير الفني ويقود الفرقه، عشان يريح دماغه ويعمل اللي هو عايزه، وما يمشيش حد ويقعد حد ويجيب حد، يبقى هو مستقر وموجود يكمل لغايه مدته في مجلس الاداره ان شاء الله. ينفع ما ينفعش ليه؟ راجل ليه اراء فنيه وليه وجهات نظر فنيه، فطالما انت عندك الاراء ووجهات النظر دي، طب ما تخش خد المعركه. ايه المشكله يعني؟ ما انت دخلت انتخابات نادي الزمالك سنه 92، فجأة كده بقيت في انتخابات نادي الزمالك. ايه المشكلة ان انت تبقى مدير فني؟ خش يبقى مدير فني، مفيش مشكلة يعني. انا مش شايف كل الاعلام بيقول كده، هو انا اللي بقول؟ ده الاعلام كله بيقول كده. فلان يلعب، فلان ما يلعبش، فلان يتمرن، فلان ما يتمرنش، فلان موقوف، فلان مخصوم منه فلوس. يعني مواضيع خارجة تماما عن نطاق المدير الفني. اللي بيتخذ القرارات دي رئيس النادي. بالنسبة لوجودي في نادي الزمالك في الوقت الحالي، اعتقد ان ده من رابع المستحيلات، لان في مجلس اداره هو يعلم تماما شخصيه عبد الرحيم محمد، فمن رابع المستحيلات ان هم يجيبوه، لان عبد الرحيم محمد رايه من دماغه وما بيسمحش لاي حد لا يتكلم ولا يتدخل في الكوره. رحيل مجلس الاداره ده الشيء الوحيد اللي هينقذ نادي الزمالك من الازمات اللي هي موجوده فيه. مجلس الاداره ما حققش حاجه، اللعيبه هي اللي حققت، اللعيبه هي اللي تعبت، هي اللي شقت مع المديرين الفنيين اللي جم، لكن مجلس الاداره مش هو اللي بيلعب.